مساء الفل عليك. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بالفوز على أبو سليم 1-0 برأسية أوباما. 1-0 نتيجة 3 نقط. المباراة كانت سهلة، الزمالك صعب على نفسه بفضل التغييرات وبفضل التشكيل اللي عمله معتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك بعد أزمة أسوري. هنتكلم في كل التفاصيل. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ لازم تشترك في القناة ونعمل لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. الزمالك مع معتمد جمال بيلعب بخطة 3-4-3. طبعا في حراسة المرمى محمد عواد على اليمين من الثلاثة اللي في الدفاع، المسلوسي وعبد الغني والمتألق الجندي القديم محمد عبد الشافي. أربعة في نص الملعب، على اليمين هتلاقي نيمار، على الشمال هتلاقي نداي، في نص الملعب عندك دونجا وعندك كمان عمرو السيسي. زيزو على اليمين، شيكابالا على الشمال، ويوسف أوباما كمهاجم أو كمهاجم مختفي يعني. عايز اقول لك ان نادي الزمالك من سنه 2017 وهو لم يفز في المباراه الافتتاحيه من دوري الابطال او الكونفدراليه في المباراه الاولى من دور المجموعات. في بدايه المباراه طبعا كان في ضغط من نادي الزمالك لاحراز هدف، لكن كانت كل كراته طوليه، مع ان طبعا فريق ابو سليم الليبي كان بيدافع بطريقه 5-4-1 بكثافه دفاعيه خلفيه عشان يامن دفاعه لاطول وقت ممكن. هجوم الزمالك عرضيه من النشيط اللي في الشوط الاول ابراهيم انداي، يربط في الدفاع او يشيلها الدفاع، تنزل لزيزو يخترق ويسددها فوق عارضه حارس نادي ابو سليم الليبي في الدقيقه 10. قلت لك في نشاط قوي هجوميا من نادي الزمالك، ولكن على الاطراف من ابراهيم انداي او من شيكابالا او من زيزو من نص الملعب، لكن دون جدوى. ليه دون جدوى؟ طريقه 3-4-3 بتلعب مهاجم، لا بتلعب يوسف اوباما هو صانع لعب، اللي هو المفروض يبقى ايه، شادو سترايكر كده، او هجوم تاني مش راس حربه صريح زي سامسون اكينيولا او الجزيري او حتى ناصر منسي. الزمالك بيفتقد لاي هجوم، انت بتلعب الكوره مش عارف هي رايحه فين، بتعمل عرضيات كتير من زيزو وابراهيم انداي في نشاطه زي ما قلت لك الشوط الاول، لكن دون جدوى من غير وجود مهاجم. الزمالك سيطره كامله، بيعمل كل حاجه في الكوره، بيقدر ان هو يوصل، بيقدر انه يعمل كل شيء، ولكن بيجي في الفينش في الحته الاخيره في المهاجم، مفيش مهاجم، فبالتالي مفيش اي كره قادره توصل لمرمى ابو سليم. في الدقيقه 42 اخطر فرص الشوط الاول، كوره ركنيه تتلعب من ناحيه اليمين، تنزل على دماغ دونجا اللي تعدي من فوق دماغه، لو كان لمسك هتبقى هدف، تعدي الناحيه الثانيه للمسلوسي اللي يحط رجله فيها ولكن ما يلحقهاش تطلع بره. عايز اقول لك ان هو كان شوط سلبي جدا بدون مهاجم، مفيش ولا تسديده بين القائمين ولا عارضه، كله فوق كله على جنب، يعني حارس ابو سليم ما كانلوش اي تهديد من هجوم نادي الزمالك، وده شيء ما ينفعش يبقى فيه مستوى نادي الزمالك دلوقتي حتى لو كان في الكونفدراليه. نهايه الشوط الاول 0-0. مع بدايه الشوط الثاني معتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك قدر ان هو يغير، نزل عمر جابر مكان نيمار وطلع مضاي ونزل مكانه كمان سامسون اكينيولا، وغير خطه اللعب خلاها 4-2-3-1 وخلى سامسون اكينيولا راس حربه، وابتدى يغير شويه من كواليتي الهجوم مع نادي الزمالك والعقم الهجومي لنادي الزمالك اللي كان موجود في الشوط الاول. مع بدايه الشوط الثاني وضغط نادي الزمالك ابتدى نادي ابو سليم يغير من استراتيجيته شويه ويبدا يهاجم ويضغط على نص ملعب الزمالك ودفاع الزمالك عشان يغلطهم ويخفف الضغط الهجومي اللي بيعمله نادي الزمالك على دفاع نادي ابو سليم. في الدقيقه 59 ابتدى هجوم الزمالك يبقى بشكل اخطر مع نزول سامسون اكينيولا بتغيير الخطه زي ما قلت لك. كوره في الدقيقه 59 من ناحيه الشمال يخترق اكينيولا ال 18 يسلمها ليوسف اوباما اللي يستلم ويتباطأ فيها ويجبر مدافع ابو سليم ان هو يخبط رجله في الثانيه ويعيقه وياخد منه الكوره. الكوره فيها شك، الكوره فيها كلام كبير، ممكن تكون بينالتي وممكن تكون لا، زي ما انت عارف ان دور المجموعات ما فيهوش فار. في الدقيقه 62 تتوالى اخطاء ابو سليم عند ال 18، كوره ثابته يعملها ابو شيكابالا فوق العارضه ولكن كان شكلها حلو، ودي كانت بدايه الغزاره الهجوميه وتغيير الكواليتي الهجومي نادي الزمالك. الدقيقه 65 نزول ناصر منسي وخروج شيكابالا. في الدقيقة 79 كورة ركنية يطلع لها زيزو يلعبها، تنزل على دماغ يوسف اوباما اللي يحولها عكس اتجاه الحارس، والهدف الأول لنادي الزمالك والهدف الوحيد في المباراة بعد رأسية متقنة من يوسف اوباما. بعد الهدف ابتدى نادي أبو سليم يبدأ يهاجم، يبدأ يمسك شوية الكورة، ابتدى نادي الزمالك يلعب على المرتدات أو يبدأ يدافع، طبعا عايز يحافظ على النقطة، الهدف 3 نقط غاليين في بداية المشوار. في الدقيقة 77 لخبطة عند مين؟ عند آخر مدافع ناحية محمد عواد، لخبطة كانت لو وصلت لرجلين المهاجم اللي بيضغط على مدافع الزمالك كان ممكن تحولها هدف وتبقى كارثة كبيرة وتعادل، وكان ممكن تنهي المباراة 1-1. أبو سليم ابتدى يهاجم وهاجم هجوم قوي جدا بعد الهدف عشان يدرك الهدف التعادل. طب كان من الأول كنت هاجمت ليه؟ كاشش ورا وبتهاجم بتدافع بخمسة وبتهاجمش ليه؟ كان ممكن تغير. في الدقيقة 92 الكرة الأخطر والأقوى والأصعب لنادي أبو سليم،
كوره زي ما انت تقول عليها، قول كوره طوليه تتلعب طبعا كده ايه من فوق دماغ اللعيب، يعني اوت اللي هتلعب طويله في ال 18، تنزل على دماغ اللاعب اللي يحطها بدماغه، تيجي في العارضه الافقيه وتطلع بره، وتنتهي المباراه 1-0 نادي الزمالك 3 نقط، ويبقى في الترتيب الثاني ورا سجرادا اسبرانسا اللي كسب 3-0 مع فرق الاهداف. نادي الزمالك لازم يعدل خطوطه. معتمد جمال ابتدى الماتش من غير مهاجم، ابتدى ينزل مهاجم لما لقى فريق ابو سليم بيدافع. نادي الزمالك عنده ميس باص كتير، عنده اخطاء دفاعيه بالجمله، لو كان فريق اول ابو سليم كان ممكن النتيجه تتغير. مبروك نادي الزمالك، ولو عجبك الفيديو تعمل لك فيديو واشترك في القناه، وتستنونا في فيديوهات تانية جايه كتير. شكرا.